مستقصد سافيو ليه؟ لا انا مش مستقصد منه، انا جايب صفقه عشان استفاد منها فنيا يا فاروق. طيب لازم المعلومه تديني. بس لكن انا بتكلم ان ودي كانت معلومه يعني لما سافيو جه ان سافيو كان عقده هينتهي في يناير اللي احنا فيه، يعني قبل، وبالتالي يعني وجوده كان من بدري او لما جاب النادي الاهلي عشان كان توقيت النادي الاهلي محتاج لعيب يقدر يشيله، وما لقاش الا ده، في احد احسن منه بكتير. يعني احنا كنا متوقعين ومتوسمين خير لعيب برازيلي يعني. هي دي لا بس خلي بالك احنا النهارده احنا مش مشكلتنا في السافيو، انت بتتكلم عن النادي الاهلي كسبان وفرحان، انت بتدخلنا في سافيو خلاص. لا لا هو لا سافيو مستبعد. انا بكلمك احنا النهارده يا فاروق واحنا بنتكلم عشان انا ما انت ماشي، ما احنا بنتكلم لا في لعيبه اتألقت وادت بشكل جيد زي كهربا وزي شريف ورجع للتهديف تاني، لكن احنا بنتكلم على سافيو. خلاص سافيو هو مستبعد فنيا بقى، مستبعد من الاداره، لكن النادي خلاص هو ممكن تبقى صفقه فاشل النادي الاهلي يمشيه، لان بقى عندك لعيب اجهز ولعيب بقى كويس. والنهارده حتى اللعيبه اللي بتنزل ليه وانت ما اتعلمتش بقى يا ابو الدهب؟ انا ما يعني انت لا انا قصدي على مجلس اداره النادي الاهلي، ما انت جبت بادجي ثم جبت جيلاردو ثم جبت بواليا ثم جبت طب يا كابتن ما انت برضه نادي الزمالك بتتعامل مع مالكش دعوه بنادي الزمالك. ما هو يا كابتن ما احنا بنتكلم، انت فين نادي الزمالك؟ مش انت جايب الجزيري يا كابتن كله يتحمل وخليته بقى كابتن كله يتحمل النتائج. النهارده التعاقدات مع الانديه ما فيش ولا واحد. انت خايف ليه؟ انا بتكلم على النادي الاهلي يا كابتن اللي هو اصلا بيعلم الدنيا دي كلها. ما هو الزمالك برضه نادي كبير يا كابتن، ما انا بنتكلم فين الراجل اللي جه؟ فين الراجل اللي جه؟ دول اكبر مثالين. فين الراجل اللي لما اتقال على سامسون ده كان بيلعب في اكاديميه وجاي كان بيجي ببلاش. استنى بس ما ده اهدار ملعب يا كابتن. ما سامسون ده سافيو اللي كان في شهر واحد ابراهيم نضاي الراجل بص ما تقلبش الكلام هنا يا كابتن. ما تقلبش الكلام هنا. انا مش بتكلم، انا بتكلم. بص سامسون ده انا احكم عليه لما ياخد الفرص بتاعه سافيو ده، واقسم بالله اول واحد. استنى بس، هو في اكتر من عمر جابر واكتر من دونجا، بس دول لعيبه مصريين احنا عارفينهم. لا ماشي بس ما ينفعش. لا يابا ما ينفعش يكونوا مبطلين في فرقتهم. زكريا الوردي مشي ليه؟ مشي قال لك انا جاي، يعني ده اكبر فشل ان انت زكريا الوردي بعد 3 4 ماتشات ولاعيب محترف ما يتحملش الضغط ويجي يقول انا مستأذن عشان افسخ عادي. يبقى مين؟ طب ما هو نجم يا كابتن بيتألق مع الوداد اهو ومكسر الدنيا وكان هنا ايوه عشان كان في ناس ما هو واخد ملايين برضه يابا. لا ده كفايه يا كابتن. يبقى الانديه تتحاسب، يبقى كله يتحاسب زي ما احنا بنقول ايه، ما تتفرجش. انا بجيب انت عايز تدخل الزمالك مش عايز ادخل الزمالك. انت عايز تدخل الزمالك طرف يا كابتن. انت ما اعرفش انت وانت كده بترضي الجماهير. انا بتكلم عن اللعيبه الثانيه كمان. انت كده بترضي الجماهير يعني والاتحاد. انت كده يعني انا بقول لك اهو سامسون ده يوم ما ياخد الفرصه بتاعت، انت شفت يا فاروق ده هو ماتش واحد اللي لعبه من اوله وغير في الدقيقه 60 ما شفناهوش تاني بعد كده. في برضه نضاي برضه ده اللي يا حبيبي ماشي، ما كل ده غلط بس يلعبوا. ما هو ده يصاب يبقى كابتن انا كابتن. لا ده بتاعت مدير فني. كابتن يبقى النادي الاهلي فرقتين كبار عشان نقول زي ما بنقول على النادي الاهلي احنا ما عندناش فحوش. يبقى انت احنا عشان تجيب محترف لازم يكون مكسر زي كينو وهنقولها 100 مره. انما انت بتدخل الزمالك طرف. مش بدخل الزمالك. انا بتكلم يا فاروق لو انت بقى احنا بنتكلم عدل ربنا. يبقى احنا اتعلمنا يا كابتن، اتعلمنا من الصفقات اللي فاتت او بتيجي بتفشل او ما بتنسجمش مع الفريق. يبقى انا كواجب عليا كادارتين كبار او اي حد بيتعلم ان اي افريقي بيجي يلعب في النادي الاهلي والزمالك شرف ليه وبيتعارف من خلال الانديه. زي ما شفنا بن شرقي وشفنا ساسي ابتدت الناس تتكلم عليه. يبقى مش من شمال افريقيا كابتن. يبقى انا من حقي يا فاروق صفقه جت ونجحت وتألقت ولعبت بره بسعره زاد. لكن انا بتكلم انت جبت بقى انت كنادي اهلي ما تاخدش من خلال الفيديو. استنى بس كنادي اهلي من يوم ما جبت اللعيبه الافارقه لغايه دلوقتي ما جبتش غير فيليكس ايامنا. طب ما هو ديانج كويس يا كابتن. انا مش كله. لا انا بكلمك على اللي بيهدفه. هو بيرستاو وحش. اللي بيهدفه اللي انت. لا انت جالك فيليكس فلافيو دول احسن 2 جولك. واخد بالك حد كان هيقدر يتكلم فيهم؟ لا. حد بيقدر يقول بم عليهم؟ المقصود ان انت كنادي اهلي وكنادي زمالك واي نادي بينافس هنا في مصر بعد الاهلي والزمالك لازم تجورونا محترفين كويسين. طب وليه يا كابتن انا نادي اهلي والزمالك اتنين فرقتين كبار ليه ما بيطلبوش اللعيبه اللي انا هتعاقد معاها تيجي تقعد معايشه هنا او تتعامل معاها؟ طب انا اروح اتفرج عليهم المعايشه يبقى انا تابعهم.
احنا الدنيا هنا ماشيه بشكل مختلف، بس انا متفق مع كابتن نادر. لو ايه أنت الشكل حطيت المختلف انا عايز اعرفه؟ ان في بعض المصالح بتبقى موجوده. طيب خلاص، يعني انا ابعت لمدير فني لكن لا، فيديو لما انا وأقول له احط أنا عندي معايير لعيب بقى كويس ويجي يفشل هنا، كابتن، لا لما يا انا احط معايير فكره ايه زي الدوري الانجليزي كده. انا ودي رابطه الانديه تعملها او اتحاد الكوره. مش هتنفع. انا اي لعيب هيخش مصر الدوري محدش المصري هيجيلك أصلاً. لازم يبقى على الاقل لعب ما مع نادي. حدش هيجي لك، خلي بالك. ثانية بص واحدة كده. اصل انا مع هقول لك على المنتخب نقطه بتاعه بس. بطريقة هقول لك على معينة. نقطه، اي لعيب بيلعب منتخب ان شاء الله مصر حتى مين للمحليين. هتمشي على مين؟ منتخب مش هتمشي على للمحليين. حد، مش يابا، هتقدر تمشي على لا لا، أي غير كلام. كده غير كده. انا دلوقتي لعيب مكسر الدنيا في منتخب المغرب او منتخب اسمها ايه دي، اسمها الجزائر، النيجيريا، لا السنغال. الراس الاخضر دي. تمام. حد يعرفهم؟ بس انا لعيب متالق، واخد بالك. هبص للدوري المصري ولا اطلع اوروبا؟ ليه؟ ما هو بياخد فلوس مش اقل من ممكن اول كمان في أوروبا. لا، ما اول هو حاجه، لعيب لا كويس خلي مش بالك، هيجيلك يا فاروق. لا خلي بالك، انا لو هاخد هنا ما هو مثلا، مش كل لعيب كويس هيطلع ما هو أوروبا. خلي بالك يا اللعيب عم اللي بيجي لك فاروق، اهلي والزمالك انا بيبقى لعيب على دلوقتي أوروبا. لعيب كويس وحاسس بنفسي، وهاخد $1,000,000 هنا، 2 مليون دولار هنا، وهاخد بره $100,000 في اي نادي من بره في الفرق الاوروبيه، هطلع بره مش هجي لك هنا. لان انا عندي قناعه ان انا بعد سنتين ال$100,000 دولت هيبقوا باليورو، ويبقوا مثلا 100 مليون. اشمعنى ديانج جالك؟ ايه؟ اشمعنى ديانج جالك؟ ديانج عشان كان واقع، وكان فرقته عايزه تمشيه، وكان لسه صغير في السن، كان في حاجات كتيره قوي. كابتن ده الولد جه. ما هنا النادي كان الاهلي اللي جامد جداً نطقه. من أول ما اسمع، جه. لا يا حبيبي، النادي الاهلي اللي نطقه، هنتكلم بجد. هو ما حدش عرفه، ما لعب هناك في تونس في الفرقه اللي كان بيلعب فيها، ما حدش يعرفه وكانوا مشوه. انما هنا النادي الاهلي اللي بروزه، هنا النادي الاهلي اللي خلاه بقى ديانج، واخد بالك. فعشان كده، انما انا بكلمك زي ما انت جبت فلافيو لما جه، ما انت اول سنه بس كان في حاجه ان هو لعيب كوره كبير، كوره ما بيفقدهاش، بيروح على القريبه كل مواصفات، بس هي واقفه معاه مثلا في حته التهديف، واخد بالك. انما احنا بنتكلم بنقول ان دلوقتي انا لو لعيب وجالي هنا 2 مليون دولار في الدوري المصري بالشكل ده وبالقلق ده، ولو هيجي لي $100,000 في اي نادي اوروبي، هطلع على اي كابتن نادي انت اوروبي. هنا ايه المعايير اللي انت